السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي. انا عبير. لو اول مره تشوفوني في فيديو النهارده ان شاء الله معانا وصفه حلوه قوي، ام علي من الحلويات اللي معظمنا بيحبها، دايما ليها مكانه خاصه. النهارده هقدمها لكم بطريقه سهله وبسيطه وطعم غني ومظبوط من اول مره باذن الله. خليكم معايا خطوه بخطوه. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا. بس فضلا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب في القناه. بسم الله. في البداية معايا نص كوباية من السوداني المجروش، ممكن تعمليه في الكبة أو الهون، بس الهون يكون نضيف مفيش فيه ريحة توم، وممكن تخليه زي ما هو من غير ما تجروشيه، ليكي مطلق الحرية. هضيف عليهم نص كوباية جوز هند شرايح، لقيتها طويلة هقطعها شوية، وممكن تضيفي جوز هند ناعم. والمكسرات طبعا على حسب رغبتك والمتوفر عندك، ممكن تعمليها سادة خالص من غير مكسرات. هضيف عليهم تلت كوباية زبيب، والكميات طبعا ترجع ليكي لو حابة تزودي أو تقللي. وهقلب المكسرات مع بعض كده. المكسرات جاهزة معايا. وعلشان نعمل احلى ام علي هنحتاج ملفيه، وهسيب ليكي الكميات والبدايل في صندوق الوصف. في بوله هبتدي اكسر الملفيه قطع زي ما انتوا شايفين، وهضيف المكسرات على الملفيه، وهقلب الكلام ده كله مع بعض. وفي حله على النار ضفت لتر وربع من الحليب كامل الدسم، هسيبه على النار لغايه ما يسخن ويدخل على الغليان. هحط ام علي في طاجن بورسلين، وممكن تعمليها في اي صينيه عندك او طواجن صغيره زي ما تحبي. وبعد ما الحليب سخن ودخل على الغليان هضيف عليه كوبايه الا ربع من السكر، والسكر على حسب الرغبه ممكن يزيد او يقل. وهقلب السكر لغايه ما يدوب، وادوق واشوف السكر مظبوط ولا محتاجه سكر تاني. وهضيف معلقه سمنه بلدي، بتدي ام علي طعم حلو جدا وبتبقى غنيه اكتر. وبعد ما اللبن سخن وابتدى يغلي هرفعه من على النار واضيفه على باقي المكونات. ودلوقتي هنحضر طبقه كريميه حلوه جدا هنحطها على وش الطاجن، هتودي ام علي في حته تانية خالص. في بوله هضيف علبه قشطه صغيره وزن 100 جرام، ممكن تستخدمي قشطه بلدي من وش الحليب بس ما كانش متوفر عندي. هضيف عليهم 3 معالق كبيره من الكريمه اللباني البودر، ممكن تستخدمي كريم شانتيه لو متوفر عندك، وربع كوبايه من الحليب السائل. هخلطهم مع بعض، ممكن تخلطيهم بالمضرب اليدوي او بمعلقه او بشوكه على حسب المتوفر عندك. مش هبالغ في الخلط، مش عايزه القوام يتقل قوي علشان اعرف اوزعه على وش الطاجن، هو ده القوام المناسب. هنزل بالخليط على وش الطاجن، وهبتدي اوزع الخليط على وش الطاجن بسباتيولا زي ما حضراتكم شايفين. وهنضف الطاجن علشان الاطراف ما تتحرقش في الفرن. وهدخل الطاجن على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 على الرف الوسط، مشغلاه من تحت بس لغاية ما تغلي والحليب يتشرب نسبيا. ما تخليش الحليب يتشرب للاخر علشان كل ما بتقعد ام علي بتشرب الحليب بسرعه جدا. هتقعد في الفرن من تلت ساعه لنص ساعه على حسب درجه حراره الفرن عندك. واخر 10 دقايق بشغل عليها الشوايه علشان تاخد اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده، واخده لون ذهبي وكريمي ولسه فيها حليب ما تشربش تماما. دلوقتي هخرجها من الفرن، وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. دلوقتي هنقطع قطعه مع بعض سخنه جدا، لو تلاحظوا هتلاقوا البخار لسه خارج منها، كل ما بتقعد وتهدى شوية بتتماسك أكتر. دلوقتي هنسمي الله وندوق الطعم. بسم الله. طعمها حرفيا تحفة، وشايفين لسه فيها حليب، ما تشربتش الحليب تماما. كل ما بتطولي عليها في الفرن والحليب بيتشرب تماما هتخرج معاكي ناشفه ومش كريميه. وشايفين كل ما بتقعد مع الوقت بتتشرب الحليب تماما وبتبقى قطع. وبكده نكون وصلنا لنهايه وصفتنا النهارده. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم، وهستنى كومنتاتكم اللي بتسعدني دايما. ويا رب وصفتنا النهارده تكون عجبتكم. وحابه اقول حاجه قبل ما انهي الفيديو، احنا بنتعب جدا في الفيديوهات علشان توصل لحضراتكم، ومش ببخل باي معلومه لاني هتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى لو ما اديتش لحضرتك المعلومه كامله بما يرضي الله. فلو استفدت فضلا تعملي لايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن، والدعم بالاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيه علشان يوصل ليكي اشعار بكل وصفاتنا الجايه باذن الله. كان معاكم عبير، اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.